السلام عليكم. بما ان العيش الفينو غلي وكمان تحس ان هو كده منفوخ على الفاضي مش بيشبع خالص الولاد، فهنعمل مع بعض النهارده عيش بطريقه بسيطه. تنفع نعملها سندوتشات، نحشيها اي حاجه موجوده عندنا، وكمان الولاد هينبسطوا بيها جدا. تابعوا معايا الفيديو للاخر، ويا ريت ما تنسوش لايك لو عجبكم الفيديو بتاع النهارده. مكونات العجينه بتاعتنا بسيطه جدا ما فيهاش اي حاجه. هعمل النهارده نص كيلو من الدقيق، وحطيت عليه نص معلقه صغيره من الملح، وقلبتهم كده مع بعض. وهاجي في بوله تانية هجيب معلقه خميره كبيره ومعلقه سكر برضو زيها كبيره، واحط عليهم شويه ميه دافيه. طبعا العجينه بتاعتنا في خميره يبقى لازم ميه دافيه. هقلبهم كده كويس لغايه ما الاقي السكر كده بدأ يدوب. يبقى كده تمام. هشتغل في العجان. لا طبعا لو هتشتغلي على ايديك او هتعجني على ايديكي طبعا مفيش مشكله. حطيت الدقيق واللي عليه الملح وكمان الخميرة اللي دوبناها مع السكر، وهبدأ أعجن بمية دافية لغاية ما العجينة بتاعتي هتلاقوها الوقت معايا طرية وحلوة جدا. تقريبا كمية المية اللي أخدناها كوباية ونص من المية الدافية، وكمان كده معلقتين مية يعني. حطي كوباية كوباية وربع، وشوية شوية لغاية ما توصل معاكي العجينة زي ما انت شايفة كده. شايفينها كده اخدت معايا تقريبا 7 دقايق من العجن، عجن كويس قوي عشان تطلع معانا بنتيجه كويسه. البوله بتاعتي طبعا حطيت فيها يدوب نقطه زيت كده صغيره، وهحط العجينه واغطيها واسيبها في مكان دافي. لو الجو برد زي ما احنا الايام دي هنشغل الفرن يدوب ندفيه ونحط العجينه. هتاخد معانا نص ساعه بس ان هي تخمر وتكون جاهزه معانا. ودي كده العجينه بتاعتنا بعد ما خمرت، شايفين ما شاء الله تضاعف حجمها. هبدا ان انا اهبط كده الهواء اللي فيها او انزلها قدامي عشان ابدا ان انا اقطعها كور. شايفين عجينه ما شاء الله طريه ولذيذه كده في الشغل بتاعها، شايفين كده. وهبدا ان انا اقطعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، على الحجم طبعا اللي انتوا حابينه، بس انا عملتها هنا تقريبا 16 قطعه زي ما انتوا شايفين كده. يعني تقريبا كده قد البضايه، مش كبيره قوي. وطبعا القطعة لو كبيرة باخد حتة من التانية كده، يعني بظبط، بحاول ان اظبط ايديا عشان كله يبقى سوا بعضه كده. تمام، خلصت الكور بتاعتي بالشكل ده. طبعا بغطيه عشان وشها ما ينشفش، وابدا ان انا اجيب رشه دقيق بالشكل ده. واول واحده انا عملتها كوره بجيبها اشتغل فيها على طول، يا اما اسيبها 10 دقايق الكور اللي احنا عملناها دي ترتاح عشان تبقى سهله في الفرد. شايفين انا فردتها بالشكل الطولي زي ما انتم شايفين كده، عشان بعد كده نقدر ان احنا نقسمها ونعرف نعملها سندوتشات. شايفين كده؟ ده كده الحجم المظبوط، لا تكون تخينة قوي معانا ولا رفيعة قوي، ما يبقاش فيها سمك ان هي تنفخ معانا، وبرضو سمك في الاكل ما تبقاش رقيقة قوي. تمام. طبعا اللي انا بخلصها بحطها على جنب على فوطة جنبي، ودايما بيساعدني ان رشة الدقيق ان تكون سهل في الفرد زي ما انتم شايفين. واخلص كل الكمية بتاعتي زي ما انتم شايفين بالشكل ده. شايفين كده؟ كنت حاطة فوطة تحتيها وكمان غطيت وشها يا اما بفوطة يا اما بكيس بلاستيك. نيجي للتسوية، بحط طبعا طاسة على النار او اي حاجة عندك هتسوي فيها، ويكون النار بتاعتنا يعتبر فوق الوسط بشوية، هو مش بياخد وقت طول خالص. يا دوب كام ثانية يبدأ يعمل فقاقيع بسيطة خالص وتقلبيها على الناحية التانية. احنا مش هنكمل سوى العيش على ناحية واحدة، لا. المهم جدا في النقطة دي انك بتحطي العيش يا دوب ياخد تشميعة بسيطة خالص، وبعدين بتقلبيه على الناحية التانية، وشوية تقلبيه ممكن على الناحية التانية كده بالشكل ده. شويه شويه بتلاقيه ينفخ بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. مفيش اسهل بصراحه من تسويه العيش على البوتاجاز على الطاسه، سهل جدا. ما فيهوش اي حاجه. خدي بس الطريقه دي، نار ما تكونش واطيه قوي او هاديه قوي، وفي نفس الوقت ما تكونش عاليه على الاخر. تمام، فوق الوسط بشويه. شايفين العيش ما شاء الله حلو جدا، شكله يفرح. مش بياخد وقت خالص في السوى، يا دوب ثواني بسيطة. هو اول ما بتحطيه يتشمع حاجة بسيطة. شايفين انا بحطه ازاي؟ انا كده الفيديو ما قصدش منه حاجة. بتحط العيش يا دوب ياخد كده فقاقيع بسيطة خالص زي ما انتم شايفين، تقلبي على الناحية التانية على طول. لو سبتيه على الناحية واحدة مش هيقب معاكي، مش بصراحة مش هيبقى ناجح خالص. شايفين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده؟ وطبعا معلش انا بدأت باول واحدة على الطاسة، اول واحدة فردتها لان بتاخد برضو بتريح شوية، بتخمر معانا شوية. ما بخلص الكمية كلها ببدأ باول واحدة خالص عشان تكون ارتاحت معانا، وبرضو رفعت تاني شوية. شايفين كده؟ ما شاء الله بدأ يرفع معايا شوية شوية. شايفينها كده؟
طبعا شايفينه كده بيبدأ ينفخ شوية شوية ويرتفع لفوق، بيبقى بصراحة مفرح جدا الشكل بتاعه ده. ولو لو واحدة ما نفختش معانا ندور بس فيها اكيد فيها خرم او ثقب صغنن خالص، بنضغط على الثقب او الخرم ده هتلاقي الهواء اتكتم جوه وبدأ ينفخ كله مع بعض. شايفين كده؟ ما شاء الله. طبعا بتديه كده لون شوية شوية، تفضلي تقلبي فيه لما ياخد لون حلو قوي، وبعدين خلاص بيكون استوى معانا ونخرجه. وهخلص باقي الكمية بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وده كده العيش القمر بتاعنا، شايفين ما شاء الله طري وحلو جدا يتاكل حاف بصراحة. سخن ومعمول كده طازة، تحس انك عايز تاكليه فعلا من غير اي حاجة. شايفين ما شاء الله يطوي يتقفل طري جدا. عايزة اوريكم كده من جوه في طبقتين حلوين، مش حاجة كده خفيفة ورفيعة ملهاش لازمة خالص، لا بالعكس حلو جدا. عمل كمية حلوة معانا تقريبا كده عمل 16 رغيف بالشكل ده. وبنقطعه كده بالمقص عشان يبقى معانا سندوتشات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. حابه تصغري القطعه نفسها بتاعت العجينه وتبقى معاكي سندوتش واحد حلو قوي، عايزه تكبريه وتقسميه يبقى حجم اكبر من كده، لو قطعتيه اتنين يبقى حلو برضو. زي ما انت تحبي اعملي فيه. هو عيش تحفه جميل جدا. الطريقه بتاعته انك بتعمليه بطريقه طوليه عشان تقدري تعمليه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بطاطس محمره بقى حط فيه، وخيار، طماطم، خس مع الجبنة، اي حاجة مش هيقولك لا بصراحة. هو زين اي حاجة حشوة تحطي فيها، لان هو طعمه حلو قوي. جربوا العيش بتاع النهاردة، الولاد انبسطوا بيه جدا، وكمان اللي عندها ولاد صغيرين هينبسطوا قوي بالاشكال الجديده بتاعت السندوتشات بالشكل ده. واحلى 100 مره بصراحه من العيش الفينو. بتحط الحشوه اللي انت عايزاها. طبعا العيش فينو فيه حشوات تنفع وحشوات لا، انما العيش ده اي حشوه هتحط فيها هتبقى حلوه جدا. بألف هنا حبايبي، جربوا العيش بتاعنا النهارده وقولوا رايك في التعليقات، وبس ما تنسوش لايك لو عجبك الفيديو. بألف هنا وسلام عليكم.